ايه الستاند ده؟ بالجست بوك. واه، ده عليه صورتي وانا نازل انتخابات ولا ايه؟ لا 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 خرب بيتك. ايه ده؟ عجبتك الصورة؟ ما تنكرش، عشان كده أنا طبعتها على الحاف وهستلمها يوم الحد الجاي. ما تستلميهوش ليه؟ واه، اللحاف ده فيه طلاقك، ده لو دخل الدوار حكفنك بيه. طب إيه رأيك في لوكي؟ ايه اللوك اللي ملكلك ده؟ ايه ده؟ أول مرة أشوف تسريحة شعر تجري ريقي. كيف يعني؟ الكعروبة اللي فوق نافوخك دي كأنها مولتن كيك، حاسس لو شقيتها تنزل شوكولاتة. اتقل ايه؟ اتقل لما الفرح يخلص، الشوكولاتة قاعدة، لا تقل الشوكولاتة. احمد يا بنت، يا احمد يا بنت. انت ايه؟ كل الطرق تؤدي إلى روما. بعدين ايه الفستان دي؟ ايه مستوحى من وجهة كازينو الليل. يعني خدت بالك من اللوك بتاعي ومن الفستان وما خدتش بالك من أهم حاجة يا كبير؟ ورينك ده الكنتور، روج كشمير. كبير امال ايه ما تستفضي؟ السلسلة يا كبير، حفرت اسمك عليها وعلقتها عشان يفضل اسمك هنا. في اللوز؟ واه، في قلبي. وفي حد قلبه هنا؟ امال هنا في ايه؟ قناة دمعية؟ استفضي. السلام عليكم. خد يا سلام. ايه ده طقم الجرسون. تمام. امسك. دي شوية شنبات، نقي شنب كويس حطه بدل شنبك ده. وماله شنبي؟ اغيره ليه؟ عشان شكلك كيوت. مش بمدح فيك يا ابني، نقي اوحش واحد فيهم عشان شكلك لازم يبقى شلحف شرس. انا بعمل كل ده عشان ابان اصيع واحد من صياع الصعيد. ما تقلقش يا سجني، احنا في ظهرك. الموضوع ده هينتهي بمنتهى السرعه والاحترافيه، بس يا ريت قبل ما يفتح البوفيه. دايما همك على كرشك. يا جماعه ابوس ايديكم نركز. ايوه صحيح، احنا لازم نركز، بس انت ما قلتليش يا جوني بيع انهي في دول قال يا جماعه فتل الدجني، ولا انت شايف ايه يعني بص دي؟ انا سهل ضرب الجزمه اني جبتك تعمل دور مجرم مش لايق. مفيش مجرم بينونو من اساسه. بس انا مش جاي اصور لك بوستر لالبومك الجديد. فتح مخك يا حبيبي، بقول لك عايزك شرس نقي اوحش واحد. خلاص ليت مي سي. انا حافظ دوري يا سجني، انا هعمل جرسون، بس في محتار، اعمله جرسون فرنساوي مسيو ولا اعمله جرسون ايطالي برونتو؟ هو الاجتهاد مطلوب، حلو، برافو برافو، بس الطريق غلط، فلف وارجع تاني. الكلام ده مش هيبقى لايق عليك، هيبقى شكله فيك جدي، عشان انت للاسف شكلك يا اما تدي صاحب مصمت في الصعيد يا اما مهرب كوستاريكي، غير كده ما تديش. مش هتصدق. اهم حاجه في الفن المصداقيه. بمناسبة المصداقية عايز اضيف حاجة صغيرة كده للشخصية. شايف الجمال؟ اتقفل قصاده باب فتح 100 باب، بيجتهد، مش مكسوف من نفسك. كبر دوره، مش قاعد خمول. اتفضل يا بيه اتفضل. الجرسون دي يخش ياكل واكل كله بتاع المعازيم بطريقة كوميدية وده يكون سبب درامي انك تضربني وسط الناس. او ماي جاد، ده ما طلعش اجتهاد، ده طلع تفاصيل. قلت لك ايه؟ كان عندك حق، ده لو دراع الدراما عشان ياكل. هي شكلها ما فيش حل فعلا. طب بص سالم، بص يا حبيبي، لو عملت الدور كويس انا هجيب لك كيس زباله قد كده حملهولك اكل. الله يبارك لك. ونص التورته. الله يبارك لك. والعريس النوج عديهولك. يا رب الحاجة تطلع عمره وتجيب لك ترنك. طب واني هتديني ايه؟ بواقي سمك وويسكس. ايه؟ دراي فود. يا جماعه ابوس ايديك ونركز، مراجعه نهائيه. انت هديك بنيتين قدام الناس، مع البنيه التانيه تقع على الارض يغمى عليك. عايز اصوات توجعات بشريه، نظام توقف لي شعر ظهرك وتعمل لي مش عايز الحاجات دي. طب اعمل ايه؟ اتصرف. وانت ايه؟ هنزل بالكرسي على ظهرك افرتكه 100 حته يغمى عليك على طول. ما تقلقش، انا عامل كرسي فيك. هو فيك؟ فيك الكرسي. لا 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 لا، مش عايزين كوميديا من السكه دي خالص. اوعى، دي اسود من الكوميديا السوداء. انت فهمت بيقول ايه؟ ده عيل عجيع. ده الحمد لله ان احنا مش في خماره مثلا، كان قال لك هيا ويسكي الف الاكاء والسكه دي. مهم، جاهزين؟ جاهزين. طب يلا بيرة. اسف طب بص، سوري اسف، هو اللي جرجرني. يلا.
ارجب الفرح على اصحابه. 1000 مليون مبروك يا كبير. يا الله يبارك فيك، نورت يا دكتور. متشكر جدا لحضرتك، ده نورك والله. برافو عليك انك حضرت الفرح رغم العقد والمشاكل اللي عاملاها لك الكبيره. لا، ما انا قلت عليه ايه، ما بدهاش عادي. يعني اهم حاجه التصالح النفسي. يقول لك ايه، عدم تقبل الواقع المرير يؤدي بك حتما الى الالم النفسي. الله، ايه الكلام الجميل ده حقيقي يعني. مين اللي قال لك الكلام ده؟ انت. انا اللي قلت لك الكلام ده؟ حد الله يا راجل، انت ده بوست عندك على الفيس، انت مشيره. شير على الفيسبوك؟ اكيد البوست كان فيه صوره حلوه بتاع. ايوه صح، الكلام مكتوب على شلال. شلال، انا بحب جدا جدا الصور بتاعت شلال، عشان كده انا برضه قلت كده، لا يمكن العمق ده يطلع منيك. صح، ما منطقي. مع البوست اللي بعديه انت مشاير تيك توكايه سخيفه بتقول فيها حداكم شامبو. ايوه انا فاكره ده. يا خرابي على الحلاوه، انا امبارح طول الليل سهران عشان اسنك، خصوصا امبو اللي هي شامبو. يا خرابي، تحفه تحفه. يكلموني يقولوا لي المرضى في المستشفى، اقول لهم بس بقى، ما ده شغل برضه، عندكم شامبو. بس يا راجل انت اعشقه، ده كسر الدنيا. كسرت الدنيا ايه؟ دول 3 فيو و3 ديسلايك، وقريت الكومنتات كلها ايموجيات جزم وجحرين. انت عارف يا كبير، انا ما بلتفتش للحاجات دي، الشجره المثمره انت عارف. المهم خلينا فيك انت. انا سعيد بيك جدا انك طلعت الفكره المجنونه انك كنت ناوي تقتل حفني. انت جنيت ولا ايه؟ ايه الطلعه دي؟ انا اسف، اصل عندي مرض غريب كده، في اخر الكلام صوتي بيعلى. اسمه ايه المرض ده؟ متلازمه ثروت. ثروت؟ نرجع لمرجوعنا. خبر الكلام اللي كنت بتكلم معك فيه ده ساعة غضب يعني، انساه. معقولة يعني اقتل جوز عمتي؟ يا راجل ده واخد من عندنا 44 ضلع. الله ينور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا كبير. ازيك يا فزاع؟ اهلا يا دكتور، الله يرضى عليك. عامل ايه دلوقتي؟ والله نحمد ربنا، بس لسه سرسوب الهوى ناجح علي. طبعا يا ابني، مش في سره في ظهرك؟ واه، عنده صورتين جنب بعض كيف كاميرا البرو ماكس. لا، واحده قدام وواحده ورا زي الجالاكسي. بكشف عليه، عايز اشوف ظهره. وريني ظهرك يا ابني، وريني بطنه يا ابني، وريني ظهرك. الفه ويلف معاه، الف والف معاه، الف والف معاه، لغايه ما احنا الاثنين اغمى علينا، واكتشفت في الاخر ان عنده صورتين، واحده قدام وواحده ورا. طب الحمد لله. نحمد ربنا يا كبير. انا كنت جاي اقول لجنابك ان كل حاجه ممكمكه. الرجاله في مكانها وانا واشرف ستاند باي. باشاره من جنابك هنخش ونغربل حفن غربيا. يعني الاسلحه معمره زين. معمره، وانا واشرف عملنا بروف على رقصه الحصان، وبقينا ايه بيناتنا هارموني. ايوه، عاوزكم تعملوها كيف البولشوي. ايه، انا عاوز لو نيلي كريم لمحتكم صدفه تسقف. واهم حاجه ولا طلقه في عمتي ولا حتى خرموش. لا احنا هنركزوا مع حفني، هنصفوه صفي ولا تصفيات كاس العالم. زين، اخفى انت دلوقتي. امن جناب. استنى فزاع، انا عاوزك تمشي على اللي انا كاتبهولك. هتاخد برتقان بلدي، برتقان سكري، اياك والبرتقان ابو سره، احنا مش ناقصين. امن جنابك. ايه؟ اتفضل قدامي. في يا سيدوني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ برقص مع اصحابي. يا سلام، واقف بترقص وسط الناس كده عادي؟ ايوه عادي. ايه دي؟ انت بتغير عليا ولا ايه يا سيدوني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه القرف ده؟ اصل يعني طريقتك وانت بتشدني من وسط الناس وبتقول اتفضلي قدامي يا هانم. انا قلت يا هانم؟ لا بس ادائك كانه كده. معلش، يمكن انفعلت شويه. وبعدين انت بتحاسبني على اي اساس يا سيدوني؟ انت مالكش كلمه عليا. وبعدين انا ما كنتش لابس عريان وانا برقص ولا حاجه. عريان؟ انت لسه مكمل في الخيال يا ابني، الفرضيه كلها غلط. امال انت ايه اللي مضايقك؟ انت متخلف، انت مش قايل لك تقف على اول الطريق ولو لمحت البوليس تكلمني؟ ما انا رحت على اول الطريق وما لقيتش بوليس ولا حاجه، ودي حياة امك، هو حبكت اللحظه اللي انت هتوصل فيها يوصل البوليس بعتك توثق صدفه كونيه؟ ما تشغل مخك. واه
لو انت عايزني اروح وافضل واقف هناك لحد لما البوليس يجي؟ ايه سيدوني دي؟ معقول؟ مش واقف قاعد مرفص تعمل اللي تعمله، بس تفضل هناك. وانت خايف من البوليس كده ليه يا سيدوني؟ واه، انتوا سارقين الكهرباء؟ هو ده فرح الامير هاري على ميجان مثلا؟ لا، فرح مين؟ حفن الدين. حلو، اللي هو شيخ منصر. مظبوط. على مين؟ على الكبيرة. اللي هي شيخة منصر. مظبوط. لو البوليس شم خبر هيحصل ايه؟ واه، ده هيادي طربق الفرح على دماغكم ودماغ اللي دابوكوا. من غير قلة أدب. بس أنت صح، هيجي ويعمل كده فعلا. إلا بالحق يا سيدوني، هو لما شيخة منصر تتجوز شيخ منصر يخلفوا إيه؟ بنك منصر؟ ده أنا هخلي منصرك زبالة لو ما مشيتش حالا. ده أنا عايز نمشي وما أحضرش الفرح معاكم يا سيدوني. معلش بقى، هصوره لك بالموبايل. والبوفيه؟ هحط لك شوية أكل في كيس، يلا. والرقص والمزيكا؟ هحطهم لك على فلاشة. والهيصة والفرفشة؟ هحطها لك إيه؟ هتدهني فين؟ في كيس؟ أنت بعجزني، بتقول لي حاجات معنوية. قول لي يا سيدوني، هتديني الفرفشة فين؟ في وجدانك. كويس إنك فهمت إنها هنا. امشي، غور يلا. ماشي يا سيدوني، أنا همشي. هضحي بساعتي عشان انتوا تتبسطوا. استغفر الله العظيم. هضحي بفرحتي عشان انتوا تفرحوا. هضحي يا بروحي. راح تفجر نفسك، ما تخلص. طب امان عليك يا سيدوني، ابويا وامي. الشهرية هديها لهم لو أنت ما رجعتش، يلا. لا شهرية ايه؟ انا بس عايزك تعمل لهم طبق بالبوفيه عشان هم ما بيعرفوش يزحموا وبيتكسفوا. بيتكسفوا، خصوصا باباك. كان مكسوف قوي وهو سارق زير الجامع، كان مكسوف. ايوه كان مكسوف لحد يشوفه. بس امان عليك يا سيدوني، كتر لهم الديك. امشي لديك. اما الطبق مع سيدوني.